وصل إلى المغرب قبل أيام قليلة سرب من 6 مروحيات أباتشي الأمريكية التي دخلت المملكة عبر ميناء طنجة المتوسط. وتصنع هذه المروحيات من قبل شركة بوينغ الأمريكية التي سبق أن حصلت على عقد من الرباط لتوريد 24 مروحية من الطراز نفسه لصالح القوات المسلحة الملكية. وتداولت مواقع وصفحات مهتمة بالشأن العسكري بالمغرب خبر وصول هذه المروحيات الأمريكية، مرفقا بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مروحيات أباتشي جديدة تحمل شعار القوات الملكية الجوية. ومن شأن حصول الجيش المغربي على هذا النوع من المروحيات التي تعد من الأقوى في العالم أن يسهم في تعزيز القدرات الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الملكية، خاصة أن هذه المروحية تعتبر واحدة من أكثر المروحيات طلبا عالميا، وتتميز بقدرات قتالية وتكتيكية عالية. ويعد إدماج مروحيات أباتشي ضمن الترسانة العسكرية المغربية إضافة نوعية تعزز قدرات الردع المغربية، إذ يعتبر هذا الطراز من المروحيات الأحدث ضمن فئته، كما يتميز بنظام تسليح متطور وقدرة على تنفيذ المهام في مختلف الظروف والأحوال الجوية، ما يجعله خيارا مثاليا للجيش المغربي. من جهة أخرى تتمتع هذه المروحية الأمريكية بقدرات دفاعية متقدمة مثل نظام الحماية من الصواريخ المضادة للأجسام الطائرة، إضافة إلى نظام اتصال متطور يسمح لها بالتنسيق الفعال مع مختلف الوحدات الجوية والأرضية الصديقة، إلى جانب تصميمها الفريد الذي يضمن سهولة الصيانة والتحديث. ويعد حصول المغرب على أحدث النسخ من مروحيات أباتشي وقبلها العديد من الأسلحة الأمريكية المتطورة ثمرة للتعاون والشراكة العسكرية الطويلة بين الرباط وواشنطن، التي ترى في المغرب شريكا موثوقا لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين، كما تربطها به اتفاقيات عسكرية تتيح له أولوية الحصول على أحدث المعدات القتالية